كذلك هنا شيخنا بعض الطلبة من أهل العلم سئل في مسألة الاعتصامات والمسيرات فقال فإن المظاهرات والمسيرات السلمية مسألة موضع اجتهاد بين العلماء، فمنهم من يرى منعها مطلقا وهم جماعة من أكابر علماء العصر، ومنهم من يجعلها من الجهاد الذي قد يصل إلى درجة الواجبات الكبرى، ومنهم من يفصل ولي دراسة موسعة بذلك. من الذين يجعلها جهاد؟ من؟ عندما ذكر ما المنع ذكر فطاحلة أهل العلم، وما ذكر الخلاف لم يذكر شيئا. إذن أين فطاحلة؟ هذه مشكلة ويسع جدا أن يقال لمثل هذا مسألة خلاف. قال كذلك ومنهم من يفصل ولي دراسة موسعة بذلك سأوضح فيها لاحقا رأيي بجلاء. وكل هذا يجعلها من المسائل الاجتهادية التي ينظر فيها إلى المآل وتوزن بميزان تزاحم المصالح والمفاسد، وهل رعيت ضوابطها وشروطها أم لا. لكن مع هذا كله فلا أراها خروجا إذا رعيت، أي خروجا على الحال إذا رعيت ضوابطها الشرعية المفصلة. نعم. هي محل خلاف، هل مقبولة غير مقبولة؟ من أين ستأتي لهذه الضوابط الشرعية؟ نسأل الله السلامة. كذلك قال لا سيما وولي الأمر يسمح بها حسب الدستور الديمقراطي الذي رضي به أين يسمح ولي الأمر حسب الدستور الديمقراطي؟ هل سمح بها الشرع؟ لا. قال لا سيما ولي الأمر يسمح بها حسب الدستور الديمقراطي الذي رضي به المتظاهر والمتظاهر عليه، فهذه شبهة مانعة من الحكم على فاعلها بالخروج على الولاة، فإذا لم تتوافر الضوابط الشرعية فهي مخالفة للشرع لا تجوز. كذلك قال وإن كان مراد بمسألة الانتخابات أو المسيرات السلمية والاعتصامات وما كان من هذا الباب فهذا من المسائل التي ينظر فيها إلى تزاحم المصالح والمفاسد، وهذا ضرب من الاجتهاد وليس مما لا يسوغ فيه الخلاف، وإن كانت مسائل أخرى فلكل حادثة حديث. كذلك قال ومع ذلك فإنني أدعو إلى الحوار العلمي الهادئ مع إيران وأتباعها، فإن لم يكن فالتعايش السلمي على شروط وضوابط حتى لا نزج بالمجتمع إلى حرب مذهبية الأمة في غنى عنها مع جراحاتها الكثيرة التي تنزف وأزماتها الداخلية والخارجية. قال كذلك ونعلم أن أهل السنة فرق متعددة فمنهجهم معصوم وأفرادهم غير معصومين. كذلك قال والانتخابات من المسائل الاجتهادية من جهة تقدير المصالح والمفاسد عند تزاحمها، والخلاف فيها يسع المختلفين. قال العالم عالم أمة أو شعب وليس عالم كتلة أو حزب، وانخراط العالم في حزب معين له فوائد ومفاسد، والترجيح بينهما راجع إلى أمور منها طبيعة برامج الأحزاب الأخرى، فالحال يختلف من كون الحزب الذي فيه العالم يدعو إلى الإسلام وغيره يحاربه، فانضمام العالم إلى الحزب الإسلامي في بعض البلدان التي هي كذلك من الواجبات بخلاف البلد الذي كل الأحزاب فيه إسلامية لكنها تختلف في بعض الوسائل والآليات، فحصر العالم نفسه على حزب دون الآخرين والحال كذلك يؤدي إلى مفاسد أكثر، وهكذا فالأمر فيه تفصيل. سئل كذلك قال هل ترى الوضع في اليمن كغيره من البلاد الأخرى وأنه لا يصلح إلا بما صلحت به البلاد الأخرى؟ قال إذا كانت المسيرات السلمية لإصلاح فساد أو تقويم اعوجاج وتقيدت المظاهرات بالضوابط السابقة ولم يك بد منها، أي استنفذت كل الوسائل المتاحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويغلب الظن أنه بدون المسيرات هذه سيزداد الشر ويستفحل، فأرجو أن تصلح كثيرا من صور الفساد كما حصل في مصر وتونس. مشكلة جدا. لو قلت قبل هذا الواقع نحن نعيش فيه هو بعيد كل البعد عن التحاكم إلى الشرع، وإنما هي ديمقراطية، والديمقراطية لا صلة لها بالشرع. وعلى هذا الأساس فالآن إقحام الإسلام في هذا راه ضرب من الزج بالدعوة في السلفية في مواطن هي بعيدة عن الشرع بأي وجه. قلتها وسأظل قولها أن هؤلاء الحكام المجددين وصلوا إلى شدة الحكم بالعوامي وهي الانتخابات كما يسمون، يعني رضوا بأن يصلوا عن طريق العوام لا عن طريق أهل الحل والعقد. فهمت الآن أولئك الذين انتخبوه ابتداء ورضوا به لمدة، بعد مدة من الزمن وجدوا أنه غير صالح لما انتخبوا عليه،
أرادوا أن يزيلوهم، فهذا يسمى عزل ولا يسمى خروجا، لأن هم الذين نصبوهم كأهل الحل والعقد، هم ينصبوا الحاكم إذا رأوا منه فسد ماذا يفعلون؟ يزيلونه. إذن هذه قضايا ديمقراطية صرفة. هل يليق بي أنا الشيخ العيد أن أتكلم على ساركوزي ولا يسموه طبراسة؟ ساركوزي طبراسة ولا حسين تاع أمريكان اسمه حسين يسموه أوباما يجوا لا عنده اسمه أي حسين باراك أوباما. فهمت الآن؟ فإذا هل ممكن أنا الآن الشيخ العيد أن أتكلم على ما يتخذه باراك أوباما من سياسات ومواقف نقول هي تخالف الشرع؟ فهمت؟ لماذا؟ لا يليق. هو كافر. ولعلي أستشف حديث إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن هذه الحقيقة، وهو قوله إنك ستقدم على قوم أهل الكتاب فادعوهم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله، أن يعرفوا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم أجاب. فهذه الآن الوضع في المسلمين الآن راحوا للديمقراطية، فذهاب الديمقراطية هو ماذا؟ الرغبة بالديمقراطية. فأول ما نبدأ فيهم هو دعوتهم إلى ماذا؟ إلى العودة إلى تحكيم الشرع في حياتهم. فإذا أجابونا لذلك ثم ندخل معهم نقول في حوار دع هذا العمل غير جاي الشرع. لهذا حقيقة الوضع فاسد إلى أبد ما يكون. ثم أخواننا السلفيين دخلوا السلفية في متاهة صعبة جدا، أصبحت السلفية تسب، وأصبحت السلفية والصوفية سواسي مع الحاكم. يعني يجب المسلم السلفي أن لا يغتنم من مثل هذه الفرص اللي تعود عليه بالوبال ليتكلم في هذه المواضيع. فهمت الآن؟ جي فرصة حاكم أراد هو الآن بينه وبين شعبه خلاص ورص في المتاهة إلى أبد ما يكون، هو يجي للعلماء ويقعدهم ويقعدوا معه. إيش معنى هذا؟ ليعطي لنفسه ماذا؟ مصداقية. هذا من العلماء ما جلسوش من قبل غير هذه الأيام تعرفوا متى؟ أنتم راعي كذلك لابد أن نراعي هذه. لماذا؟ لأن هذه المواقف لها وزنها. عمر بن الخطاب رضي الله لما وقع ما وقع وكان في مكة لا أدري ايش الواقع وقعت، فأراد أن يقول كلمة في مكة في الحج، كل من هب ودب موجود ثم. كبار الصحابة ماذا قال لهم؟ قال له لا تتكلم هنا فإنك ستتكلم بكلام قد لا يفهمه الناس ويحملونها كل محمل. إذا رجعت إلى المدينة ورجعت بين من يحسن فهمك فتكلم ثمة. وبحمده سبحان الله العظيم. فهم السلف. معلش بدك اختيار طال سكوت. إذا طال سكوتك وسكت بشيء مشروع أفضل هذا أحفظ سكوتك وابقى على سكوتك، وطال سكوتك بعد خرج يتكلم. إذا لم يطل سكوتك ما طال ما صبرت. تفضل. لا قال أنا في حياتي العلمية منذ الدم قال تجد في هذه الفتن قال أعيش بأثرين. ذكر الأثر الأول هو أثر عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ما قال له لا تتكلم في الموسم فإن في الموسم يأتي الرعاع من الناس والغوغاء وغير ذلك. وبعد في الأول تكلم كلام جميل، يعني أن قال هذه ثقافة الصراخ. قال الإنسان إذا كان في مثل هذه المواطن والصراخ كثير قال كلامك لا ينفع. هذا كلام غالب المحاضرين. في الأخير دقائق ولا 5 دقائق كما المظاهرات. قال المظاهرات والمسيرات قال لو رجعنا إلى 100 سنة من قبل ما كانش فيها ثمرة ما كانش فيها فائدة. قال لكن الآن إذا ما موجود فيها فائدة وفيها ثمرة فيها مثلا انقلاب كما نقولوا السياسة وغيرها فما فيش مشكلة. هذا الكلام واضح. أنت قلت أثرين وهذا هو شيء يعني هذه المحاضرة أنا كنت سمعت صوت في كلامكم، يعني الإنسان مثل هذا يسكت ولا يتكلم وبعد نصح العلماء وغير ذلك ويبه ينقض في الأخير أعطانا الكلام الأول رماه وحط أثر تأثير. هذه المشكلة يقلم الشيخ ناصر عليه السلام. فانظر إلى هذا المواقف كل المسؤولون لما كان. وكذلك إذا رجعنا للسنة كذلك قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. باب البخاري باب من خص بالحديث قوما دون قوم. قال هذا هو. ثم ذكر أثرين يعني معجزات أرض مسعود. أما الأول فقال حدث الناس بما يفقهون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. قال الثاني ما أنت بمحدث حديثا قوما لا تبلغهم عقولهم إلا كان فتنة مال في بعضهم. إذن هذه مجموع النصوص النبوية اللي ذكرنا في الأول، وهذا لا تبشرهم فيتكلوا مع هذه الآثار السلفية تنبئ بأن ليس كل ما يعلم يقال. فالناس غوغاء وخرجوا للحاكم لا تقول لهم يجوز أو لا يجوز،
تبارك لهم ذلك، معناتها يوم واحد آخر تجي دولة مسلمة راح يخرج عليها بهذا، ما عادش قضية بعدها نصوص نبوية تحكم فيها. أذكر واقعة وقعت لي أنا 95 لما رحت السعودية، هاجرت في ذاك الوقت فتنة كانوا تعال، كنت أتخلل عن الذهاب إلى الجامعة الإسلامية، ومع الظهيرة ننزل للصلاة في المسجد النبوي، فوقفت جماعة من الأطراف يأخذوني معهم في السيارة، جلست مشينا شوية طق حطوا شارة دعوة، أنا شيء إسلامي ما إسلامي، إسلامي ما إسلام، دخلناهم أقول ما جد تعال، فأنا تكلم معهم شو واحد عمي ما يفهم شيء، ايش هذا؟ قلت له قال هذا تنشيط النفوس وتحفيز النفوس للجهاد والحكام وكذا. قلت له هذا غنى ولا واش هذا؟ قال لي لا بد منه. قلت معليش الآن هذا الآن لا بد منه، هذا وجاي من أجل التحفيز. قلت لهم بعد ما نولي نسوي دولة إسلامية واحد تحب يفعل هذا الفعل هذا ما نقوله يجوز ولا يجوز؟ قال لي مسألة تحتاج إلى تفكير. أنت في هذا الأمر الآن راك تتكلم وراك تعطي ثمرة ما ثمرة، بعد ذلك إذا وجد الحاكم المسلم وأصبحت هذه جائزة تعطي ثمرة راح تولي فوضى العوام، ما توليش على الحل وعقد. هي المشكلة فين؟ هو يتكلم على المصلحة الآنية ولا ينظر لمآل هذا الفعل بعد حين. قال لي الشيخ، قلت له نعم. قال لي حاب ندير شراكة مع دواني في الجمارك، دواني مع واحد رجل من الجمارك يحط معي نفس المال وغيره يعاونني. قلت له انا دير لي انا اخو شريك، انا هو وانا دير اجعلني انا شريك لك، لا تنفع اخوك العيد، لا الشيخ العيد كامل مش عند اخوك برك الشيخ العيد كامل. قال لي لا الشيخ مش الديوان الشيخ والله بهذه العباره. قال لي لا لاني يعاون كذا. قلت له معليش هذا الجمركي الان تعاملت وهذا ما التعامل، هذا التعامل منك بماذا ينبئ له؟ هو عندما دخل إلى العمل ودخل وظيفة كان داير مواثيق وعود مع صاحب ماذا؟ مع صاحب العمل. أنت الآن ماذا تعلمه؟ أن يخون هذه المعطيات. مرة أخرى إذا الدولة مسلمة وتقول لا يجوز، وش يقول لك؟ أنت شغلت معي المرة الماضية كنت أنا، ليش قبل كان يجوز والآن لا يجوز؟ هاي أبعاد هذا الكلام الذي يتكلم فيها. ولهذا أنا أرى والله الذي بينهم أرى من الفساد العظيم أن نزج بالدعوة السلفية في مثل هذه المقامات، لأن إما أن يسبوها إذا قالت هذه الأعمال لا تجوز، وإما أن نعطي للدعوة السلفية نظرة خاطئة بهذه. إذن هذه المسيرات وهذه الإضرابات هذه يعني جائزة يوم آخر إذا وجدت الدولة المسلمة يجب أن تقوم بالجواز لأنها بمصلحة، وما دام أن هذه الطرق طرق منين مستوردة عند الكفار، هذه تعال الشيوعية فوريتار دو توليبي وين يجيبوا صوروا مش عارف يسموها باللغة البولشيفية وذكر اللي صاروا من ضعفاء العمال قوموا ثوروا إلى غير ذلك، ثورات وغير هذا. ما مر مش عارف انتم قريتوا هذا ثورات اي نعم، قراءة البولشيفية وغيرها، هذا نفس المصب. فنشوف أنا والله غير حقيقة أصبحنا نحن السلفيون غيرنا نختلف الفرص لنظهر للناس ما نساير. هذه المشكلة وقعت قديما في زمان الشيخ ناصر الله يرحمه. عبد الرحمن عبد الخالق كان من الطلبة الذين تلمذوا الشيخ ناصر، حمل المنهج السلفي إلى أبعد ما يكون ما شاء الله تبارك الله. راح الكويت وجد الجو الكويتي سياسي، فما صبر على الدعوة السلفية الأصلية ودخل في السياسة والبرلمان. لماذا؟ لأن إخوان المسلمين خاتكم السياسة خاتكم السياسة خاتكم السياسة إذن هاي الدعوة السلفية داخل في السياسة ليبين أنك يقولوا خاتكم السياسة. لا، هي خطيتنا السياسة اللي هي بمعنى المراوغة والكذب من أجل المصالح، هذه خطيتنا احنا لأننا لا نحسنها. أنا عندما نروح ندخل الآن في البرلمان وندخل في الحكومة معناتها سأكذب على الناس ونوفر لكم ونوفر لكم ونوفر لكم. هذا يقول نوفر شكون هو؟ رب، لأنه هو قادر. وأما المربوب إذا قال أوفر معناتها نزل نفسه منزلة ماذا؟ الرب. أو حسني مبارك راح اللي جاي راح يوفره، يعطيهم ربي 7 سنين عجاف في جماعة هذا يونس، وش راح يوفر؟ راح يوفر مين؟ تفكير على ناس ضغط. نحن في معزل عن الدخول في مثل ننصح النصيحة العامة، هذا سفك الدماء لا يجوز، هذه الفوضات اللي راكم فعلتوها لا تجوز. فتح المسلمون اليوم في بلدانهم باب شر. خلينا نقولوا كما قال عمر بن الخطاب. ايش قال عمر بن الخطاب لما أخبروه بالباب؟ قال لا يكسر أم يفتح؟ قال لا يكسر، إذا قال لا يغلق.
فالآن كسروا باب لا يغلق. الآن في أي لحظة من لحظة إلا أن يشاء الله تعود الدعوة السلفية للأصل وتأخذ بالناس نحو الشرع، ثم ممكن يغلق هذا الباب الذي كسر. أما إذا بقيت مثل هذا مصر تونس راح الزين، جات الحكومة لولا القنوشي ما عيدتهم اشترطوها، جاء الآن سبسي، جاء باجي قائد السبسي دوك يخلوه أيام ما تعجبهم الحال يزرعوا يزيد يعودوا يخرجوا يطيروا، وإذا رأتوا لي فوضى هكذا، إذا ما عجبك هكذا، إذا ما عجبك هكذا، إذا أصبحت فوضى. فتحنا باب هذا الشهر هذا فالآن في الأخرى مش ليبيا بحرين شعار حنين كل شيء في البحرين راحوا أما الخفيرة معناتها الأكثرية الشيعة معناتها رايحين تصرى مشاكل. إذن هذا باب فتحناه باسم إذا كان ماذا مصلحة. وهذا صدام حسين كان موجود لنا مع ظلمه مع طغيانه ما في سد باب الشر بتاع الشيعة إلى أبعد مدى. بمجرد ما قضي عليه رجعت الشيعة على أشد. إذن يهمنيش هذا مش يقول هذا أن الذي يهمني وهذا أنك إذا كنت سلفيا تنظر الأمور بمنظار شرعي صحيح. وإذا كان المقام زي ما كملت عبد الرحمن الخالق دخل في السياسة نصحه الشيخ ناصر ينصحه يا عبد الرحمن والله في واحد شريط صدق تسمعوا دمعة الطيح. الشيخ ناصر يترجاه للمجيء إليه والحوار في هذه القضايا. يا عبد الرحمن يترجاه الشيخ ناصر مع مكانه حتى وصل بعد ذلك إلى الجهاد ما الفردي. هذا كلمة على التكفيرين جاءت فرق والأمور ماشية. إذن أنا قلت هذا أخوان زجوا واحد في بلاه كاين مكان ويتكلم كاين ناس أخبروني الأخ دار كلمة في الإذاعة تعالى هو الكلام اللي قالوا نصيحة كف الدماء، لكن هذه الكلمة من الذي سيستغلها وأنت في إذاعة قائمين على حرب مع الناس وقتل غير هذا؟ إذن في هذاك المقامات مهما كان ستستغل وتستغل. جورناليست يجي عندك يحب يدير كم جورناليست جاني يحب يدير معي مقال أيام طلع الجبال كلام واحد قلت بهذه العبارة قلت له أنتم جاني أنا مشخلها قلت يا فلان أنا لا أسوي أي مقالة أنتم كذبوا. رحت خرج رسالة سويت مقالة مع الشيخ العيد وهو يقول قال يا نكذبوا. أنا قلت ما نفعل أنا نفيد أنا ليش مع مقابلة. لكن لما كان لك الوقت الشيخ العيد تطلع الجبل حبوا ماذا أنا كنت حبيت نتشهر وندير هذه كل الصحف حتى الكندية والأوروبية كل الصحف كانت تحب تأخذ كلمة في حوار مع الجهاد. لكن هذا العمل أنا فعلته لمن لوجه الله عز وجل مثل الأمر مش فايدة. فهمت القضية ورايك؟ إذن هذا الآن الإذاعة تاع القذافي مع فتح حاليا عشان غير هذا الفتح. إذن ولهذا كما قال إسماعيل قال لك لا أخرج من قرضاوي ولا خير قالوا قرضاوي قد دعوا السلفية والصوفية سواسية. بسم الله نرى الخروج عن الحكام. والآن أصبحت المواقف لازم تأخذ موقف حتى الناس لا منهج هذا يمسكه هو يفكر كان هذا ممكن ينصح عموما بالدماء وسفك الدماء القتل هذه، لكن في هذا الموطن كلامك رايح يأصل لشيء غير شرعي وأصبح ترى شرعي المصلحة معناتها في يوم آخر سيقفون به ضدك إذا أنت قلت نرى الخروج وهذه فوضى. أنا كنت ترى بكذا غير فينا مشاكل وضعية واصلة حقيقة مهما كانت الأوضاع هذا الناس لم يلتفتوا في موقفهم ولا في كلامهم إلى ماذا؟ إلى شرع. الآن من باب زج نفوسنا قضايا وجدار هم دارين اعتصامهم حتى يكون مع الشعب المصري تكون عنده كلمة وغيرها. جاء دار مخطبة تعيين جماعة فين؟ في الميدان مش يقولوا أنا معكم، الآخرين مش يقول للشعب أنا معكم. والآن قالوا لي بعض الإخوة فيه بعض من يدعوا الإسلام ويدعوا العلم قالوا أن هذا ما فعله الشعب جايز شرعا. هذه المسيرات هذه الانتفاضات الشعبية من الأخوة المسلمين قال لي هذا لازم السلفيين يرد عليهم. قلت هذا الموطن هذا غير اسمه السلفيين لأن هذاك الوقت وقفون باش تكون عندهم تزلف لمن للشعب الفوضاوي. هو عند ما خرج يبحث عن حكم شرعي حتى نجي تلصبوغ وانت في حكم شرعي. هو يزني وانت تقول له جايز الزنا بكذا لدليل كذا أن النبي أباح أحمد. هو لما خرج وفعل ما فعل لم يلتفت إلى قال الله ولا قال الرسول وإلى حكم شرعي ولا غير حكم شرعي. فكيف أنت تروح تسوق له الآن تبحث مش مسوي غادي تشكل له. هو لو جاء في البداية وسألك فعل كذا كما قلت الأخوة الرسول كان عاش بين المشركين واليهود ما التفت إليهم ما قال هذا الحكم جائز ولا غير جائز ما تفعلون شرعا. عاشوا على ما هم عليه. لما جاءوا وأرادوا أن يحكموا في قضية فحكم بما أنزل الله ونحكم بينهم. لما جاءوا وحكموا الآن حكم الإسلام لأنهم جاءوا يحوسوا عليه. لكن قبل كي كانوا يشد عايشين وحدهم راح تدخل وقال هذا حكم يجوز وهذا غير جائز وهنا أصبتم وهنا أخطأتم. لا ما تكلم. كانوا عايشين بين أبرور المسلمين وبينه عهد مواثيق وعهود ولا لا.
فهذا الناس هم عايشين معنا وضحوا للديمقراطية وخرجوا من الديمقراطية وداروا الكل في الديمقراطية، ما سألوا عن حكم الله ولا أي شيء كان. فكيف أنت تسوق تقول هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ لما يجيك واحد سلفي احنا معروفين عننا قديم المسيرات جرجازة والمضاربات والرمض والجد هذا غير كلها سبل معنى غير شرعية لم يجعلها إسلام في يوم ما من هذا القبيل وغيره. يعني ويكفي ويحصرها بضوابط. يعني الضوابط هذه شبه المستحيل. يعني مستحيل انك تقول لما تولي بعقلية الغرب لما تولي المسيرة هذه سلمية 100%. ايش من حقيقة لما الغرب بعد عن الشرع هذه كذا ولد بعقل الغرب. إذا قلنا هذا الشرط الثالث اللي كانت السلمية هو اللي قال مثلا لم نجد مظاهرات قديما جاءت ثمرتها ولم تسفك فيها الدماء ولم كذا إلا هذه طعم السلمية. هذا سفكت فيها دماء بس. هو قال ما فيش. سفكت فيها دماء في تونس سفكت فيها دماء. قلنا هو صحيح ولا مصر؟ إيه معليش مصر سفكت فيها دماء. ما فيش الآن في أي دولة خامت في دولة إلا سفكت. تونس سفكت فيها دماء، مصر سفكت فيها دماء، زيد ليبيا راي مشي راي بالبراميل كالبترول، البحرين دماء، اليمن دماء. لأن هذه الأمور خرجت عن إطارها الشرعي. ولهذا قلت هي وصل عن طريقة العوام إلى شدة الحكم. العوام الآن لم يرتضوه. الأصل فيه ماذا يفعل؟ يسقش الله أصل هي أرح. إذن هذا هو الواقع تحوش يدمي لما نضى من هذه المواقف من إخواننا السلف. الناس ما عندهم صلة بالشرع. احنا نبقى على منهجنا وعلى دعوتنا وغير. قلت لهم هناك فرق. لما كانت هذه المواقف من طرف يعني عشت فتنة الجزائر، لما كانت هذه المواقف انتهى الإضرابات والمسيرات وغيرها قاموا بها ناس باسم مال باسم الشرع بينا فساد ذلك. لما قام علي بحاج وجماعته في أيام الفتنة قمنا لهم بالمرصاد لبيان فساد المنهج هذاك المنهج السياسي الذي اتخذوه. عندنا أصل نحن السلفيون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا أصل. هذا أعجب سبحان الله. هذا الأصل سنظل نعيش عليه إلى يوم الدين لأنه منهج نبوي. الرسول قال لكفار قريش خلوا بيني وبين الناس. لما قيل له إن أردت ملكا إن أردت كذا إن أردت كذا مع الاختلاف العلم في تصحيح تحسين هذا الحديث ضعيف، قال لهم خلوا بيني وبين الناس بس. لا أطالبكم بكرسي ولا بمرتبة ولا بأي شيء ولا بحكم ولا شيء. لا 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 أطالب بهذا. خلوا بيني وبين الناس. لماذا؟ لأن بمجرد ما تتغير الفكر والعقلية تاع الشخص تغير كل شيء بعدها. دخل إلى المدينة وعبد الله بن أبي بن سلول قد جهز له ماذا؟ التاج ليكون ملك على الأوس خزر. لا هل راح يصارعه في تاجه وفي إخراجه ولا عدم وضع التاج على رأسه ورده إليه؟ لا. وإنما تغيرت أفكار أولئك الصحابة وأصبحوا يرتضون الإسلام دينا. عبد الله بن سبيل راح وحده بدون ما الرسول يقول نص كلمة عنه لا تملكوه ولا ما قالش ولا دعا لعدم عطاه الملك ولا. إذن رأيتم كيف منهج النبوي منهج تغييري نبوي عندنا احنا. ولهذا قلتها قديما نذكر قلت في 93 كان لي لقاء مع بعض الدكاترة السعوديين دكتورين يعني جاءوا يعني عند المغراوي باش يخرجوا الطلبة يقرأوا عندهم في السعودية وكذا هذا. فسألوني قال لي كيف الأوضاع في الجزائر. عرفت أن السؤال سؤال سياسي. فأنا في البداية مشيت معهم على منهج السياسي يعني. قلت لهم أنا متفائل جدا من الوضع في الجزائر يعني متفائل جدا. ذاك الوقت 93 كانت القوة الجماعة المسلحة. قلت لهم أنا متفائل جدا من الوضع في الجزائر. سر على وجهيهم. بعد قلت لهم تفاؤلي في الجزائر كتفاؤل الناس في أفغانستان. بدأ يقول لا الجزائر كيف الجزائر ليس كذا الجزائر كأفغانستان الجزائر لا الجزائر لا نشوف المية جية الله إياس جميل الرحمن حكمة يار عبد رب الرسول سياف مش عارف شلون شاهمة شو الأخرى شام سعود قتال تقاتل. قلت له أنا متفائل. قلت كل وضع راني متفائل كما الوضع في أفغانستان فإن في البداية وسمت المقاتل هذا خطر. قال إذا قلت له نسألك سؤال يعني لو تسمح يعني هل الإسلام جاء بمنهج تغيير فريد أم لا؟ إذا عندنا منهج خصصنا به فبه ونعمة. قال لي نعم متأكد. المولى عز يقول إن الله لا يغير ما بقوم قال حتى يغير ما بأنفسهم. وأنا أردت أن أثبت هذه الآية. أنا قلت له عجيب آية ما انتظرتهاش في كتاب الله جل إن الله قال لي حتى يغير ما بأنفسهم. لا حول ولا قوة. كي خلي مرة ثالثة وأنا قال حتى يغير ما. ثم عرفت الآيات بسخط وأنا فهمت. قلت له يقول المولى عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتقول الجماعة السياسية تاع المسيرات إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامهم حكوماتهم. وتقول الجماعة المسلحة إن الله لا يغير حتى يغيروا حكامهم حكوماتهم. قال لي إخواننا اختاروا.
هذا منهج قرآن، عندنا منهج فريد، احنا عندنا منهج خاص نبوي. لا هو من هذه التغيرات تاع المنهج السلفي وقتها طويل قد تبقى سنين. هو ما عليهمش أنك إذا وضعت اللبنة في هذاك في مكانها في محلها، قلت لهم شوفوا الآن، قلت لهم احنا الآن واحد أب كبير السن حب يبني لأولاده، ما عنده مال ما عنده والو، حفر الساس وبدا يحط في الحجر، عمر حجر، فهمت؟ على أساس وضع لأبنائه، يسر على أبنائه على أساس. في جو وليدات المساكن صابوا الساس غير حجر فقط، عاد يقول الله يرحمك يا بابا غرفة حادثة محفورة برك. ولا لازم يخرجوا الأحجار ويحطوا ساس من جديد، إذا زاد تعبهم هو ولو فأرض النيران. كذلك نحو السلمية، فأنت حط هذه الحجرة حول قسم الله، حول قسم الله، خليها كما راي ولا تقف هذا كي شيء غير كي يحط لبناء أخرى وأنت ماشي. هم لا لازم هذا الواقع ومسيرة الواقع ومسيرة كذا. هذه الأمور هذه كان أولى الناس بالدخول فيها هو الشيخ ناصر. دخلوا العلماء في هذاك الزمان، وبقى الشيخ ناصر هو الشيخ ناصر بقي هو في نهاية المطاف. لما وصلت الجبهة الإسلامية إلى الحكم يعني دخلوا البرلمان نجحوا والبلديات نجحوا، قال الشيخ ناصر أننا وصلنا، قال حتى وإن وصلتم في ذاك الطريق. لا، لأن عارف بالمنهجية والطريق الموصل الحقيقية، أما هذيك ما هي فقاعية وصابون، لأن المنهجية معلومة. وعلى هذا الأساس نقول أنا في هذا الواقع في هذه الصورة هذا نصيحة لجميع المسلمين بعد من دخول في هذا الفوضى هذا. نعم، أما أني أتكلم في إذاعة لتستغل موقفي أنا، هذه لا أتكلمها. أتكلم في ناس ما عندهم لم يلتفتوا لا للمنهج السلفي ولا الإسلامي فيما يفعلونه، ولا نروح ندير لهم وماذا أنا وسوق لهم مواقفهم بماذا بشرعا، هم قاموا بالديمقراطية، وأنا نروح نعطي التسويق للشرع وندخل الشرع في شيء هم لم يلتفتوا لا شرعك ولا موقفك ولا كل ما تفعلوا أنت. هذا أجب العجاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح؟ هذا ما عندي والله أن أقول يعني. شيخنا لما نشوف يعني سيرة الشيخ ناصر رحمة الله عليه ومواقفه يعني الفذة والمعروفة يعني السلفية، ونجد كذلك طلبة العلم الذين كانوا يحيطون به، فمواقفهم الآن غير مواقف الشيخ ناصر من قبل. هذه المواقف الآن، هذه المواقف تحتاج إلى إنسان قائم على الشرع، كما ما نسأل نقول كالآن اسمه نبعث من الرسل البيت. الإياء الآن في هذا الزمان القيام على السنة والدعوة إليها، ما كل حال من إنسان يتحمل هذا المحمل هذا، صح؟ ما كل إنسان هذا، لأن المواقف تختلف. يعني أنا بالنسبة لي تقول لي موقفهم الآن، أنا شفت من قبل مواقف. أنا لماذا نتكلم هذه المشاهد هذه؟ لأني شايف أن حياتي ماشية، يعني يعلم الله عز وجل، ليس من باب أني أتنبأ، لكن من باب معرفتي بهذه الحياة عايشة للشعوب كلها والأوضاع هذا. بعد وفاة الشيخ ناصر قلت 10-20 عزاف هنا، قلت 10 سنين عزاف وعشنا رانا عايشين ولا لا؟ لما خرج الأخ رسالة دعوة لقمتها فهو كان معي حال، قلت لهم سيحيي الفتنة من جديد، الأصل لا يخرج هذه الرسالة. ألا لأن ليست بالأمر وتمضي الأمور على أحسن ما يرام، والجماعة اللي راحت بدأت ترجع بشوية ولا يسلم ولا وكذا. عندما خرجت الرسالة رايب في طاطاح من جديد بين السلفيين على الانترنت غير ربي اللي يعلم، سباح شتمان، أصبح الدعوة السلفية يضحكوا عليها بسبب هذه التصرفات. عندما جابوا هذه أنا ضدك عيسى قال لي هذه الصورة تأخرت 10 سنوات. مواقف لماذا لم يقفوا الشيخ ربيع ضد الشيخ ربيع من أول يوم؟ يقولوا منهجك خاطئ مباشرة. بعد ما داهنوا خرجوا يردوا على أخطائه. ما في شيء. ليس موقف. لماذا رايح تخرج معه بيان، والبيان فيه إيهام حتى ترجع له بعد ديرت تبيان البيان. أنا تحثمن من ثم توقف مع الموقف، ومن بعد نولي أنا أباهله وقلت له وأباله في الحرم ليش حتى تصبح من بعد تباهل؟ بالبداية لا تباهله، قل له يا فلان منهجك خاطئ. أقول حسن المأربي حبيت نديرك معك بيان هذه كنقول أقول حسن المأربي أخونا عزاز عن من وأنت ما فهمت رضيت لهذا نعم رضيت السلام عليكم. هذه إيه؟ اللي يسمع كلامكم شيخنا يعني يظن صراحة أنكم قد درستم أو جلستم الشيخ ناصر أكثر من 30 سنة، مع أنكم ربما قد جلستم الشيخ يعني فترات. أي نعم، هذا أكثر من 30 سنة يعني في الأشرطة في غيرها، لكن الملتزمين به وطلاب الذين كانوا يحيطون به هي قضية منهجية، نقول دائما منهجية وفهم المنهج السلفي، هذا وش يعني وموقف اللي توقفوا أنت إرضاء لله. مش موقف هو أصل مواقفنا لازم تكون واحدة.
ما نقولش. قلت كان شفنا الموقف الحسن المهدي قدام هذاك الحاكم مش عارف ايش سياسات وتغير انت وتصلح انت وتفعل انت. العورة كيف تدينا نرجعه ما أدري استقرار منها قال من فين. هذه اسمها سياسة ترقيع، سياسة ترقيع. احنا نريد أن نلبس هذه الأمة ثوبا جديدا الذي قال الرسول فيه سيبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. نريد أن نلبس هذه الأمة أمر جديد وهو تغيير الفكر للناس. بعد ساهل قلت لكم تقول عائشة لو أول ما أنزل لا تزنوا لا تسرقوا لما استجاب أحد. ناس داخلين في فوضى مظاهرات تفوضات حقوقنا ما حقوقنا وغير ذلك وأنت تقول هذا أمر لا يجوز ما يقبلوش منك. إذن ماذا تفعل حتى تقرب منهم؟ مصلحة ومضاومة. هل هذا فعله الصحابة فعل الرسول فعل التابعين ظلم الحكام دار الحجاج دار كل شو كانت علماء فطحني في ذلك الزمان قلت إلى غير ذلك. هو ما مشاو مع الديمقراطية كنت هو راه ماشي مع الديمقراطية وانت راح تحكم شرع الله في الديمقراطية ما تحكم شرع الله في الديمقراطية. الأصل الشرع يكفر بالديمقراطية هذه أساسا هي الحكم لمن؟ للشعب وإحنا عندنا إن الحكم إلا لله. فكيف أنت واحد حاط الحكم للشعب واللي هو باش يغير وأنت تقول له إن الحكم إلى الله يرضى؟ لازم تبدأ تدخل له في مخه إن الحكم إلى الله. نهار يعتقد إن الحكم لله بعد ذلك يقول له هذا يجوز وهذا لا يجوز ينقاد إليك كما كان الصحابة في البداية ما جاء لا تزن سرقوا جاءت السور المفصل فيها ذكر الجنة والنار إعداد النفوس إلى الآخرة إلى غير ذلك ثم جاء أمر الله عز وجل كي جاء بإهراق أموال الخمر أهرقوها من يهرقوها أهرقوها ساول عليهم لأن الجانب التسليم لله كان. هل يكون أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله أن يعرف الله أن يعبد الله يقول لا إله فإن هاجروك فأعلمهم. أما أنتم مساروا في طريق ديمقراطي وجعلوا الديمقراطية هي الأصل في حياتهم حقوق مع حقوق كي يقول لك طالبوا بحقوق الآن هل هذا طالبوا بتحكيم شرع الله؟ ما طالبوا بحقوق مادية. والنص قال الصحابة إنه سكن ما يستأثرون بشر أدرى حق شرع الله حقكم هؤلاء ليس إلا الاستئثار. أنت راح تقول إذا استأثر نحيله من فمه الماء لو قولها أنت ديمقراطية وش تقول هذا راح تدخل الآن تخالف معنا نصوص نبوية. في مصر شيخنا أول ما اشترطوا في الحاكم اللي ما اشترطوش في الإسلام باش يخرجوا الإسلام جه أول ما يشترط في الحاكم أن يكون من أبوين مصريين بغض النظر عن الإسلام يعني يكون عربيا ويكون من أبوين يحملان جنسية مصرية وهذا فقط يعني هذا الجديد يعني الدستور الجديد يعني نعم. فأخرجوا الإسلام بطريقة غير مباشرة كلية لم يتعرضوا كلية للإسلام. الآن شو نقول احنا رانا خارجين باش نعطوا التسيير لهذه الأمة إلى قوانين بشرية. ما كيفش نحن ندخل الإسلام تم احنا يعني هم راح يجعلوا دستور يحلوا به